السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده مهم جدا ولازم لو تكرمت تكمل ومش هتندم. الفيديو ده فيه كلام مهم لكل جمهور النادي الأهلي بمناسبة ذكرى تأسيس النادي الأهلي و117 سنة من التاريخ. بطولات نادي الأهلي المصري تاريخية، 117 عام ب 150 بطولة. الدوري المصري 43 لقب، وكاس مصر 39 لقب، والسوبر المصري 14 لقب، ودوري ابطال افريقيا 11 لقب، والسوبر الافريقي 8 القاب، وكاس الكؤوس الافريقي 4 القاب، ودوري منطقة القاهرة 6 القاب، وكاس السلطان حسين 7 القاب، وكاس السوبر العربي لقبين، وكاس الجمهورية العربية المتحدة لقب وحيد، وكاس الكونفدرالية الافريقية لقب وحيد، والكاس الافرو اسيويه لقب وحيد، وكاس العرب للانديه الابطال لقب وحيد، والبطوله العربيه للانديه الفائزه بالكؤوس لقب وحيد، وكاس الاتحاد المصري لقب وحيد. بطولات كتيره جدا جدا على مستوى كل الالعاب، ولو قعدنا نعدها مش هيكفينا فيديو ولا اتنين، وهنحتاج كذا حلقه نتكلم فيها عن بطولات النادي الاهلي. انما دي اسمها لعبه، وانا كواحد من جمهور النادي الاهلي معترف انه نادي عريق وعنده مبادئ. لكن لازم بقى تركزوا في كلامي وتكملوه للآخر. هل النادي وإدارته عارفين إن جمهوره مقاطع المنتجات والشركات الراعية اللي الأهلي متعاقد معاها نظرا للي بيحصل لإخواتنا من فترة كبيرة جدا؟ وأنا متأكد إن النادي الأهلي وإدارته هينظروا في الموضوع ده وهيحطوا النقط على الحروف علشان كل حاجة تمشي في مسارها الصحيح. انا عبد فقير، لكن برجو الكل يسمعني من جمهور الاهلي وجمهور مصر عموما، وبطالب ادارة الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب اننا نمشي في الطريق الصحيح علشان كجمهور نقدر نقف في صف الاهلي ونكون فعلا حماه زي ما بتقولوا جمهوره ده حماه. انما لو فعلا شركه كوكاكولا وغيرها من الشركات اللي بيتدمروا في اخواتنا، وطبعا انتوا عارفين انا بتكلم عليه، لو الشركات دي فضلت الراعي للنادي الاهلي الجمهور هيثور ومش هيسمح بده. انما انا متاكد ان الاهلي هيرجع الامور لمسارها الصحيح زي ما قلت، ونقدر نشجع ونفرح مع الاهلي ببطولاته وانجازاته الكبيره والارقام اللي بيحققها النادي في كل العصور وعلى مر التاريخ. لو حد شايف اني بقول اي كلام يعرفني ويقول لي كلامك غلط. انا ابتديت الفيديو بالقاب النادي وبطولاته اللي حققها في لعبة واحدة وهي الاكثر شعبية، هي كرة القدم. لكن لازم اذكر نفسي اولا واي حد بيتفرج عليا ومتابعني علشان نفوق، لاننا في دنيا والدنيا دي مش هنخلد فيها. وانا متأكد ان جمهور النادي الاهلي فاهم انا بقول ايه، وعارف ان الكل هيراجع نفسه. وخلي بالك مش هتلاقي حد كتير قال الكلام اللي انا بقوله ده، وعارف ان البعض هيقول لي انت مش اهلاوي، والبعض الاخر هيقول ان كل الانديه عندها رعاه من النوع ده. لكن عاوز اقول للناس دي واللي تفكيرها بالشكل ده، هل لو حد وقف قدام القطر انت تروح تقف قدام القطر وتقول ما هو في واحد وقف اهو؟ لازم يكون عندك مبدأ، وده اللي اتعودنا عليه من بيوتنا ثم من النادي اللي بنشجعه وهو الاهلي، واحنا بنقول عليه نادي المبادئ. ايوه انا اهلاوي وبحب الاهلي، وكنت بعمل اي حاجه علشان اتفرج على مباريات النادي الاهلي. ومش انا بس، ملايين كانت بتسيب شغلها علشان تتفرج على مباريات الاهلي. بس انا والجماهير دي عملنا كده علشانك يا اهلي. يا ريت بقى انت كمان تعمل حاجه واحده علشان الانسانيه، بلاش علشاننا كجمهور، علشان اخواتنا اللي ما يعلمش بيهم غير ربنا سبحانه وتعالى، ودي اقل حاجة نقدمها لهم. وانا واثق في الاهلي وانه هيتحرك باسرع وقت لانهاء المهزلة دي. والسلام عليكم.